البطاطس اليومين دول مش مضمونه تتعمل تحمير، عايزين نعملها اصابع وفي نفس الوقت خايفين احسن نعملها بتطلع محلونه وبرده طريه ومش وحشه وبتتملي زيت. فاحنا علشان نتلاشى بقى الحاجات دي والاخطاء دي هنعمل دلوقتي حاجه جميله في البطاطس نخليها اصابع وفي نفس الوقت تحمير. تابعوا معايا المقادير شوفوا طريقه التقديم. الاول اسلق البطاطس واغسلها واشطفها وهسلقها نص سلقه ونشوف هنعمل ايه في البطاطس. زي ما انتم شايفين كده خدت البطاطس على الحوض وعماله بالفرشه اوديها بغسله تمام. عايزين نعمل احلى بطاطس اصابع مقرمشه شيبسي بعد السليقه. شكلوه بعد السليق. تابعي معايا وشوفي هنعمل ايه. اهم حاجه نغسل بس البطاطس وننزل كل الطينه اللي عليها نخلص ونسلقها نص سلقه. زي ما انتم شايفين كده انا بسلق البطاطس 3/4 سوا، يعني بخلي فيها تكه كده وبعد كده هقشرها علشان خاطر نعملها احلى بطاطس اصابع محمره. زي ما انتم شايفين كده انا حميت زيت كده وسلقت البطاطس 3/4 سلقه وعملتها اصابع، وهنزل بقى كده بالطاسه عشان اكل احلى بطاطس مقرمشه حتى لو كانت البطاطس دي مش تحمير، عشان احنا دلوقتي البطاطس لسه جديده احنا مش ضامنينها بقى تحمير مش تحمير محدش عارف. وهنبتدي كده انزل بيها واحده واحده زي ما انت شايفه اكل احلى بطاطس في الحياه. هي اي نعم خطواتها كتيره بس فعلا يعني بس النتيجه هتبهرك قوي حلوه قوي. هتعتمدي بعد كده الوصفه دي لما تكوني شاكه في البطاطس تكوني مش تحمير ولا حاجه جربي الطريقه دي. دي واحده كده سيبها تحمر كده وبعد كده نبتدي نطلعها. طبعا انتوا عارفين بقى البطاطس بتتحمر ازاي، عشان ما اطولش عليكم الفيديو هتقلبيها على الناحيتين اول ما تاخد وش تحمير هنطلعها. زي ما انت شايفه كده سلقتها 3/4 سلقه وبعد كده احمر. ماشي زي ما انت شايفه كده اهو البطاطس بتاخد تحميرتها واحلى جميله من البطاطس اللي انت بتستسهلي وتروحي مقشراها على طول وعاملاها اصابع. لا تحفه جدا وقرمشتها مش طبيعيه. بعد ما اخلص التحمير كده واوريكم احلى بطاطس مقرمشه بعد السلق. ده كان فيديو النهارده عن البطاطس المقرمشه. زي ما انت شايفه اهي كريسبي سامعه الصوت بسم الله ما شاء الله. احلى من بطاطس الاصابع اللي انت بتعمليها بقى وتروحي هوب تلاقيها بعد كده اتملت زيت وبتاع. تحفه الوصفه دي. ورشي بقى شويه ملح وكمون عليها وتعالوا اتفضلوا معانا بطاطس مقرمشه بالهنا والشفا. السلام عليكم.